السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتوابع ما بعد مباراة بالميراس. ناس يعني هو خبر، لو الخبر ده صحيح يبقى اللعيبة دي ما عندهاش دم ويتخصم من عقودها وش كده عشان الجماهير ما يروحش يتحرق دمها، وانت سيادتك نازل تعمل شوبينج بعد ماتش بالميراس اللي خسرته بأداء زي الزفت وكرة زي الخرا. انا بس ليا كلمة لاطفال السوشيال ميديا اللي قعدت تقطع في موسيماني المدرب القوي، اللي اتمنى لو الخبر ده صحيح ان الادارة بتدرس ان هي تفسخ عقد ريبيرو وتديله الشهر اللي هو ليه، يا ريت. لان الراجل ده لا كورة ولا فكر ولا اي حاجة. انا الناس طبعا بتقول لي انت يا عم انت المفروض ما نهاجمش المدير الفني والكلام ده. لما مدير فني يبقى قاعد مغلوب 2-0 وما بيزعقش في لعيبته، لا. انت اتفرج على يوريشيتش بتاع مدرب بيراميدز كان بيعمل ايه؟ كان بيقعد يتنطط على الخط حتى فرقته كسبانه. ارجع تاني ان احنا الناس والاعلاميين هنا في مصر واطفال السوشيال ميديا، ومنهم ناس مشهوره بتحب تهزر وتضحك وتهجص علينا تقول لك احنا بنحب الاهلي ومش بنحب الاهلي. هي اول ناس خيطت موسيماني ساعه النهائي، وانا ليا فيديو قديم اتكلمت فيه على التيك توك وقلت ان موسيماني اتذبح واتعمل عليه كومبينه. خلي بالك انت سبب سفرك لكأس العالم، هم خدوا من 2021 لغاية 2004 أبطال القارة، منهم المرة اللي انت خدتها على حساب كايزر تشيفز اللي هي موسيماني، والمرتين بتوع كولر. ما علينا عشان الواحد على آخره أصلا. لو اللعيبة فعلا دي، انت لو ما كسبتش بورتو على الأقل اللعيبة دي لازم تتصفى. اللعيبه اللي راحت عملت الشو واللقطه وانا هاخد اللقطه وميسي ومش ميسي وهنهي الاسطوره، الناس دي اصلا يتصفى عقودها. واللعيبه اللي طلعت قالت تصريحات اصل انا تعبان ومش عايز العب بضغوطات، لا مع السلامه يا باشا، روح العب لك في فاركو، مع احترامي طبعا لاي نادي في مصر، او روح العب في الترسانه او نادي درجه تانية ما عندوش ضغوطات. اللي حصل ده نفس اللي حصل، التغطية الإعلامية والهكس والزيادة نفس هو اللي حصل في مونديال روسيا. هي نفس النتائج. انت عندك ماتش صباحية يوم الاثنين مع بورتو، تتقلب لازم تكسب بورتو. حتى انت كده كده انا عارف ان ميامي وبالميراس هيتعادلوا عشان ايه؟ يصعدوا هما الاثنين، ومحدش يقول لك اصل حزب بيرما وعندنا فرصة 90% احنا بره. لا 90% احنا بره. محدش يضحك على التاني، محدش يضحك على حد ويقول لك اصل احنا عندنا فرصه. انت فرصتك الوحيده كانت ماتش ميامي. اللي بالمره عايز اتكلم عن كابتن ميدو الجهبذ. لو لعيبه الاهلي ما عندهاش اساسيات كوره، امال انا كسبتك ازاي في نهائي القرن؟ امال انا واخد افريقيا 12 مره ليه؟ امال انا في 5 سنين صعد 5 نهائيات كسبان منهم 4 ازاي؟ نبقى كابتن ميدو خليك في نادي الزمالك بتاعك العيان اللي بقالكوا 25 30 سنه، ويا رب تفضلوا على طول كده افريقيا والسته. وانت اصلا يعني زي ما بيقولوا ايه، الحمار الذي لا يشارك في سباقات الحصنه يسخر من الحصان الخاسر. يعني انت اصلا فرقتك عيانه، وجماهيرك راحت تشجع بيراميدز عشان تقول ايه الكيد وشغل النسوان. هنقعد نوجع دماغنا ليه معاكم يا جدعان؟ انا والله العظيم طول ما انتوا بتصيحوا انا صياحكم بالنسبه لي طرب. اي زملكاوي صياحك بالنسبه لي يا ابني طرب. طرب. ليه؟ لان انتوا لو ربنا اداكوا هتفتروا. فالحمد لله يا رب تفضل كده. الناس اللي تقول لك اصل انا خدت منك السوبر الافريقي بسكواد عيان، يا عم خد السوبر الافريقي. اقول لك حاجه، خد الدوري. انا اهم حاجه عندي زي ما بقولها، يا رب اخسر الدوري 10 سنين بس باخد افريقيا ال 10 سنين عشان اروح العب كاس عالم الانديه اللي الناس عارفاني، اللي الناس بتتكلم عني كفرقه قويه. انا مش عايز اذكر تصريحات لعيبه كتير عالميه دوليه بتقول لك ده النادي الاهلي سيد افريقيا وبطل افريقيا. اتمنى ان الاداره ترجع موسيماني او فايلر. السلام عليكم.